الإسبال لا يجوز، حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. ما كان أسفل الكعبين فهو في النار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا كان معه خيلاء فالعقوبة أشد. الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب وهو في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان معه خيلاء فالعقوبة أشد، عقوبة الإسبال وعقوبة الخيلاء. قد يقول إنسان هذه الأمور أمور ثانوية، الناس في كرب عظيم والأمة في خطر داهر، وأنتم تشغلون الناس بأمثال هذه المسائل. قال سبحان الله، من الذي أتى بها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هل أتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقد استقرت له الأمور؟ لقد ظل إلى أن مات في جهاد، وكانت الأمة في كرب عظيم أيضا إلى أن قبضه الله تبارك وتعالى إليه. سعى الأمر مع ذلك إلى أن يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بألا تجاوز ثياب الرجل كعبيه، والكعب هو العظم البارز في جانب الرجل، ليس الكعب مؤخر القدم، وإنما الكعب هو ذلك العظم البارز في جانب الرجل، وفي كل رجل كعبان. وعليكم السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا، بل إن عمر رضوان الله عليه ينهى عن إسبال الثوب وهو على شفا الموت، لأنه لما كان في حال احتضاره بعد أن طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة وأشفى عمر على الموت، دخل شاب من شباب المسلمين ليعوده فأخذ يبشره: أبشر يا أمير المؤمنين، لأنه كان وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، وعمر هو الفاروق، ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، إلى غير ذلك من مناقبه. فدخل يبشره ثم انصرف، فلاحظ عمر أن إزار هذا الشاب قد استرخى يسترسل، وقع فيه إسبال، فقال: يا ابن أخي ارفع إزارك، يعني لا تسبل وهو يموت، فإنه أنقى لثوبك وأطهر لبدنك، في معنى ما قال. يلتفت إلى هذا الأمر في هذا المجال، نعم، لأن الله تبارك وتعالى أرسل به رسوله الذي لا ينطق عن الهوى.